اول حاجه عايزكم تصلوا على النبي، ولو انت اول مره تشوفني عايزك تتفرج على الفيديو للاخر واديني لايك لو الفيديو عجبك عشان ده بيحمسني انزل فيديوهات اكتر. ولو حابب تشوفني على طول ما تنساش تضغط اشتراك وتفعل مسة الجرس علشان لما انزل فيديو يوصلك اشعار ان احتليت اليوتيوب. وبس كده من غير كلام كتير، مشاهده ممتعه. بيبتدي الفيلم بتاعنا بعيلة حلوة لطيفة مكونة من أب وأم وبنتين، وبتبقى واحدة منهم مصابة من مرض الرب، وبيبقى في خبر في التيفي وهي إن الحكومة منزلة قرار طوارئ للمواطنين وبينزلوا علشان يشتروا حاجات عيد ميلاد بنتهم. ففجأة بيلاقوا هليكوبتر وناس بتتكلم على مرض السعار اللي هو الزومبي، فبيجي واحد بمكنة بيكسر المراية بتاعة العربية، فقايد بينزل يجيبها، فبيلاقوا قدامهم انفجار وعربية ماشية بتشيل اللي قدامهم، فبيمشوا وراهم وهم مش عارفين ايه اللي بيحصل. بس وهم ماشيين في طريقهم بتيجي عربية اسعاف وبتخبطهم، بس العيلة بتبقى سليمة ما فيهاش حاجة. وبيشوف إد ان اللي بيتعض بيتحول هو كمان وبيصوت المرض في المدينة، بس بيلاحظ إد ان اللي بيتعض بيتحول على طول بعد 12 ثانية. فبياخد عربية وبتركب العيلة، بس ريتشل بتكون مش قادرة تاخد نفسها بسبب مرضها وبتكون نسيت علبة الربو في العربية. فبيوقف العربية وبيتصل على صديق ليه علشان يبعت له مروحية، بس جيري هيقول له انها توصل لهم بعد ساعة وبيكون محتاجه علشان يرجع للشغل بتاعه تاني. فبيوصلوا للصيدلية علشان يبحثوا على الدواء، فبيجوا شوية حرامية وبيحاولوا يلعبوا مع مرات إد، بس إد بيجي يخلص عليهم وبيعرفوا يخرجوا، وبيتصل على صاحبه تاني وبيقول له انه لسه موصلش. فجأة بيظهر شخص مصاب بس إد بيعرف يخلص عليه، فبيخشوا كده مبنى وبيقفلوا وراهم قبل ما الزومبي ما يوصل لهم. وبعد كده كوني بنتهم بتتوه، فبينزلوا يدوروا عليهم لحد ما بيلاقوا عيلة بيكونوا محصنين نفسهم، فبيخشوا يقعدوا معاهم. وبيجي طلب من ولاية نيو جيرسي بانهم يقعدوا في بيوتهم لمدة مثلا اسبوعين لو امكن. وبعد كده بيقترح على عيلة اسبانية اللي هم قاعدين معاهم انهم يجوا معاهم لما الطيارة تيجي، بس مش بيرضوا. وهم ماشيين بيتهجم عليهم الزومبي، بس لما بيضرب نار الزومبي التانيين بيجوا، بس إد بيعرف يهرب منهم ويخلص عليهم. وبيطلعوا على السطح وبتبقى الطيارة جاية لهم، وإد بيعرف يخلص على واحد بس دمه بيخش في بقه، فبيروح ناحية حافة السطح علشان لو تحول ينط، بس مش بيحصل له حاجة لما يعد لأنه هو كان عارف إنه لما يعد 12 ثانية على طول بيتحول. بس إد ما تحولش، وبتيجي المروحية وبينجح إد إنه يوصل عيلته للمروحية كويسين. وبعد كده بيوصلوا على سفينة بتبقى تبع ولاية أرجوس، وبعد كده بيقابل إيد صاحبه اللي بعتله الطيارة، وبيبقى الملجأ عبارة عن أبحاث والأعداد بتبقى بتزيد بشكل كبير، والأكل والشرب بيبقى بيخلص وبيتلوث. بيفضلوا يتكلموا على الفيروسات اللي كانت قبل كده، وبيجي يقول له النقيب إنك أفضل واحد ممكن يروح يعمل تحريات عن الفيروس ده، أو بمعنى أصح يأمن الدكتور علشان يعمل هو التحريات دي. فبيرفض الأول، بس بيقول النقيب إن كل اللي موجود بيعمل حاجة وإنه مش هينفع يقعد غير لما يروح المهمة دي معاهم. وده اللي بيقوله إيد لكارين، طبعا بتوافق وبيودعهم. وبيكون معاهم الفرد الجديد اللي كان من العيلة الأسبانية وبيركبوا الطيارة. وجيري بيقول للدكتور اللي معاه إنه يخلوا باله من الزومبي دول لأنهم لسه ما يعرفوش عنهم حاجة. والدكتور ده بيدي أمل لإد إنهم هيعرفوا يجيبوا أدلة علشان ينهوا على الفيروس ده. وبيجي أمر ضروري لنقل كل الناس اللي على الطيارة واللي من ضمنهم مرات إد وبنته، وبتوصل الطيارة وبينزلوا منها. وأول اشتباك مع الزومبي الدكتور بيخاف وبيتزحلق وبيقع يموت، وبيجي اللي اتبقى من القادة العسكرية ويدخل إد واللي معاه. وبيعرفوا إن اللي مات هو الدكتور اللي كان أكبر أملهم في إيجاد أي حاجة تدلهم على الفيروس ده. وبيجيلهم رائد بيكون مسجون في القاعدة علشان بيبيع في أسلحة وبيدوم حل كده، وهو إنهم يخلعوا أسنان كل ال 23 مليون متحول، وساعتها مش هيبقى في حاجة اسمها تحول ولا هما هيعرفوا يحولوا حد. بس في كلامه بيقول إن الكيان الصهيوني كان يعرف بالحاجات دي واتصرفت من زمان، وانهم بنوا جدران طويله علشان الزومبي ما يتسلقهاش. فإيد بيقترح عليهم انهم يروحوا للقدس، وبعد كده النقيب يروح للطياره وإيد واللي معاه بيروحوا، بس النقيب بيساعد إيد لما الزومبي بيوقعه كان هيعضه، ولكن للأسف بيتعض مكانه، وده اللي بيخليه يخلص على نفسه. وفي الآخر بيعرف إد إنه يطلع على الطيارة ويتجه للقدس، وبيحكي الكيان الصهيوني بإنه عرف إن في زومبي عن طريق بيان ذكر فيه كلمة هندية بمعنى زومبي، عشان كده بنى الأسوار دي. فبيحصل مظاهرات وبيشتغل الميكروفونات بصوت عالي، وده اللي بيخلي الزومبي يتراكم على بعضه وبيعرف يخشوا ويعدوا الأسوار. والكيان الصهيوني بيتعرض للاختراق من الزومبي، بس بيلاحظ إد إن في ناس الزومبي ما بيقربش منهم وأطفال كذلك. وبعد ما المروحية بتاعت إد بتمشي بيركب إد أي طيارة وما بيكونش عارف وجهتها، وبيفتكر إد كلام النقيب اللي كان في القاعدة العسكرية لما قال له إن الدكتور بتاعهم كان واقف وسط 8 زومبي وما تعضش. وفي نفس الوقت بيفتكر المشاهد اللي شافها إد ساعتها الاختراق اللي حصل في الكيان الصهيوني والناس اللي كانت واقفة ما حصلهاش حاجة. فبيتصل إد على صاحبه
جيري على طول وبيقول له انه يخلي الطياره توديه على اقرب مركز لمكافحه الفيروسات، وبيدي العنوان للطيار وبيقول له انهم رايحين لها. وبيكون على الطياره للاسف زومبي، وبيتعرض كل اللي في القسم للعدوى وبيبداوا في التحول. فبيبداوا يحولوا الشنط للباب، بس ما بينفعش الحل ده وبيخترقوا القسم اللي بيبقى فيه إد. فبيقوم إد شادد قنبلة ورميها، وده اللي بيخلي الطيارة تفقد السيطرة وبتنزل تتدمر. فبيصحى إد وبيلاقي نفسه متعلق في الكرسي وداخل في بطنه حديدة، والسجين اللي كانت معاه بيلاقيها. بيروحوا للعنوان بس بيلاقيه مقفول. فجيري بيوصل له حادث إد وبيجي لهم نقل فوري للمدنيين اللي ملهمش لازمة. وطبعا كارين بتطلع هي والأطفال بسبب إنهم حسبوا إد مات. وجيري ما بيكونش مصدق. بيصحى إد وبيلاقي نفسه في المركز، ولما الاتنين دول بيسألوه على سبب مجيئه فبيقول لهم يتصلوا على الرقم اللي في اللاسلكي عشان يتعرفوا على إد. ولما إد بيسأل على كارين وعيلته بيقول له جيري إنه حسبوه ميت وبيتأسف له. بس في الآخر بيعرف إد إنهم اتنقلوا لمعسكر اللاجئين، وبيقول لهم إد إنه شاف الزومبي بيمشوا حوالين الناس وما بيحاولهمش، وبيقترح عليهم فكرة إنهم يحاربوا الزومبي دول بمرض علشان يتجنبهم. فبيبقى في عينات بس بتكون في الجناح التاني من المستشفى، وبيكونوا مأمنين نفسهم علشان الزومبي اللي في الجناح التاني ما يوصل لهمش. فإيد بيجهز نفسه، بيفتح الأبواب وبيتحرك إيد بس بيدوس على إزاز، فبيحصل صوت بيخلي الزومبي يبدأ ياخد باله. بس بيعرف إيد يهرب من أول مجموعة منهم، بيفتح باب فبيجي الزومبي وبيجري وراهم، بس إيد بيخلوهم يجروا وراه هو، وبيعرف يخلص على اتنين منهم. والسجين والدكتور اللي معاه مش بيعرفوا ينجحوا ويوصلوا للمكان اللي عايزينه، فبيرجعوا ووراهم حشد من الزومبي. بس في الاخر بيعرفوا يخشوا من البوابة ويقفلوا وراهم. إد بيروح مكان تاني، ولحسن الحظ بيلاقي عينات في القسم ده. فميري بتديله كلمة السر بتاعة فتح المكان، وبيخش يلم شوية حقن وأدوية. وهو خارج بيلاقي زومبي واقف له على الباب، فبيضطر يحقن نفسه، وما بيكونش عارف لو كان المرض اللي هيحقن بيه نفسه هيخلي الزومبي فعلا ما يحاولهوش وما ياخدش باله زي الناس والاطفال اللي ما حصلهمش حاجه لما كانوا في القدس ولا لا. وفعلا بيحقن نفسه وبينتظر مده لحد ما العدوى تنتشر في جسمه، وبيفتح للزومبي وفعلا ما بيحاولهوش، وبيمشي وسط الزومبي ولا كأن في حاجه. وبينجح إد انه يوصل لعيلته تاني، واللي بيبقى ناقض العالم من تحول ناس تانية. وبينجح فعلا انهم يعملوا لقاح للزومبي ده، وبيروح إد لعيلته تاني، وبيخلص الفيلم على كده. وده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تعملوا اللايك والكومنت الجميل، ولو عايز فيلم معين اكتب لي كومنت باسم الفيلم وانا في اقرب وقت هنزل الملخص بتاعه. ما تنساش تتابعنا على الانستجرام، هتلاقيني اكتر حاجه متفاعل هناك وبرد على الكل. ما تنساش تفعل الجرس علشان يوصلك اي حاجه جديده انزلها على القناه. وشكرا.